السلام عليكم. بزاف ديال الناس كيفكروا يشريو طوموبيل وباغيين طوموبيل نظرا للضروريه ديالها. اليوم ولات الطوموبيله من الضروريات ومن الاساسيات، لكن الاشكال والمشكل اللي كاين هو الفلوس ما كايناش وقليله، والاغلبيه فيهم كيبغي ياخذها كريدي. ولكن اش من كريدي؟ واش اللي فيه الربا والزياده، ولا نقلب على شي طريقه اخرى ما فيهاش الربا؟ وهنا في كاين البلان. ولكن قبل ما ندوي على هذه الطريقه هذه ما فيها باس ندوي على الطريقه التقليديه العاديه. دابا ملي كتبغي تمشي تاخذ طوموبيل كريدي، بطبيعه الحال البنكه كيزيد عليك النسبه ديالها، وهذيك النسبه هي اللي كنسميوها حنا في الحياه اليوميه ديالنا الربا، واللي طبعا هي حرام. اولا كتزيد لك مصاريف الملف. غير هاد المصاريف الملف ما كيكونوش ثابتين، كيكونوا مختلفين من سياره لسياره على حساب الطوموبيل اللي غادي تاخذ. كل طوموبيل الا وعندها المصاريف ديالها، وبالتالي حتى هي كتكون النسبه متغيره. ومؤخرا ولاو بزاف ديال الشركات ديال الطوموبيلات عندهم ابناك ديالهم كيتعاملوا معاهم في اطار البي تو بي. فملي كتبغي تشري طوموبيل كتدخل هاد البنكه هادي ديال هاد الشركه هادي، وكتدخل كطرف ثالث باش تبيع لك طوموبيل. وبطبيعه الحال هاد البنكه